تحية مسائية عطرة لكل متتبعي صفحتي المتواضعة. آسف على الإطلالة مرة أخرى، ولكن للضرورة أحكام كما يقولون، والأحكام اليوم هي قرار الطرد الصادر في حقنا من حزب التجمع الوطني للأحرار. هذا القرار الذي توصلنا به أمس من طرف مفوض قضائي لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، بل كان متوقعا من حزب عودنا على أنه يتنكر لكل قيم الديمقراطية ويتنكر لحرية التعبير، وأيضا لا يتسع صدره ولا مجاله للآراء المضادة والآراء المختلفة والتي تنتقد بناء الحزب وتنتقد أيضا مقومات هذا الحزب وتنتقد أيضا مسار هذا الحزب الذي يسميه الحزب نفسه وقائده بمسار الثقة. اليوم ونحن نتلقى قرار هذا الطرد، يجب أن نقول للسيد الرئيس أن الطرد في حد ذاته لا يكون إلا للصوص، ولا يكون إلا لقطاع الطرق، وإلا للفاسدين وتجار الأزمات وتجار المخدرات. وأنت تدرك السيد الرئيس كما يدرك الجميع أنني لست هذا ولا ذاك، وتدرك جيدا أن حزبكم ليس جنة حتى أطرد منها، وأنه ليس ربيعا حتى تمسح بأهدابه راجيا منكم البقاء. الحزب السيد الرئيس أنا جزء من تاريخه الذي سطوت عليه وتسلمت مفاتيحه بمنطق الأصول التجارية، أما يسمى كليعوما أو المفتاح في اليد. هذا المفتاح الذي للأسف لم يستخدم بشكل جيد ولم يكن مفتاحا للديمقراطية ولا لتقوية المؤسسات داخل هذا الوطن، بل كان وصمة عار على الديمقراطية. اليوم أقول لكم السيد الرئيس أن للتاريخ ذاكرة لا تموت، ومهما تواطأ معكم من هم منا وصمتوا حين لا يعتبر الصمت حكمة ولا من ذهب، أقول لكم سنظل نصرخ للحق ومع الحق إلى أبد الآبدين. قرار طردكم سيد الرئيس وسام يتوج لمرحلة نضال بدأت بين أروقة جهة فريدة أراد لها حزبكم أن تكون استثناء في كل شيء. لهذا تواطأ وغض الطرف. وإلا بماذا تفسر السيد الرئيس سرعة الطرد هنا وبطئه حين تعلق الأمر بشخصين من حزبكما أضاع عليكما البلدية في جهة بوليم ودنون، وتم الاحتفاظ بملفيهما في مقر المركز الجهوي؟ ألا يعتبر هذا تواطؤا مع الفساد؟ ألا يعتبر هذا أيضا ضربا لكل قيم الديمقراطية التي تتبججون بها الآن في قرار طردي؟ السرعة هنا والبطء هنا والتجميد هنا لهذا الملف، وطرد عبد الرحيم بوعيدة بسرعة البرق، مستغلين ما يسمى بين قوسين بالقوانين التي طبعا ما أنزل الله بها من سلطان داخل هذا الحزب. سيد الرئيس، لن يستطيع قرار طردكم أن يمنعني من الكلام ولا من الحديث ولا من الصراخ، وأتساءل معكم كما يتساءل الجميع ماذا أنتم فاعلون إن أنا تحدثت، وهذا شيء طبيعي ووارد، وانتقدت أيضا حزبكم بعد قرار الطرد. هل ستطردوننا هذه المرة من الوطن؟ الوطن السيد الرئيس ليس ملكا لكم، بل ملك لكل المغاربة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والدنيا أيضا لا تستطيعون طردنا منها لأنها حق خالص لله سبحانه وتعالى. إذن بالله عليكم ماذا أنتم فاعلون؟ سيد الرئيس، لست متشبتا بحزبكم في نسخته هذه، ولن أجعل من استثنافي شفاعة لديكم، وفقط فتح لحزب لا يحترم القوانين ولا يعترف بقيم الديمقراطية. سأترك للقضاء حرية الفصل بيننا، وكن متأكدا أني حريص أكثر منكم
للتطليق للشقاق، لأن الود ما عاد متصل وما كان أبدا متصل، لأن الذين ينقلون لكم الأخبار والذين يوشوشون في آذانكم لا يريدون للمناضلين والمناضلات أن يظلوا داخل حزبكم حتى يتسع المراح لهم وحتى يتجرعون يعني عسل السلطة التي يطمحون لها في شخصكم. السيد الرئيس، ليس الطرد ما أوجعني، لأنكم حتما لا تعرفونني بشكل جيد ولا تعرفون أيضا التاريخ، وإلا ما كنتم أقدمتم على هذا الطرد، لأن المثل يقول الجلدة تنحب في وجه الكتاب، وانتم ما تعرفوا الكتاب ولا تعرفوا الجلدة، ولهذا لم تحترموا الكتاب. كان عليكم أن تحترموا تاريخ تأسيس هذا الحزب وأن تعودوا إلى الذاكرة التاريخية. ولكن ما ضرني السيد الرئيس قرار طردكم بقدر ما ضرني، لأنكم أنتم غرباء، ولكن ما ضرني السيد الرئيس هو قريب يعرفني وما أنصف. السيد الرئيس، أدرك أنني أدفع ضريبة عدم تحالفي مع الفساد داخل جهة قليم ودنون. إبان كان الصراع محتدما، وإبان تكالب حزبكم وغيركم علي داخل هذه الجهة. وأدرك جيدا كما يدرك الجميع أنني لو كنت تحالفت وقبلت بتلك الشروط، أو ما يسمى بين قوسين اليوم في قاموسكم الجديد داخل جهة قليم ودنون بالتحالفات والتوافقات، ما وقع لي ما وقع. ولكنني جد سعيد أنني ما وضعت يدي في يد الفساد، وما تنازلت قيد أنمل على مبادئي التي سأظل متشبتا بها حتى الموت بإذن الله تبارك وتعالى بعد عمر طويل. سيد الرئيس، هنيئا لكم قرار الطرد، وهنيئا لي بالوسام الذي وشحتني به، هذا الوسام الذي يعتبر تاجا على راسي ووساما على صدري، أن أطرد من حزب ما عاد حزبا، بل تحول إلى ضيعة ومقاولة وثكنة عسكرية يجب أن ننفذ فيها الأوامر. بالله عليكم، أنا أتساءل وأنتم تطمحون إلى رئاسة الحكومة سنة 2021، وهذا طبعا وأقولها لكم والتاريخ بيننا أنه سيكون من سابع المستحيلات، أو سيكون كما يقولون بالحسانية حلم الدهميش. بالله عليكم، كيف ستتعاملون مع الأصوات المعارضة داخل هذا الوطن؟ هل ستطردونها جميعا من ليس من حزبكم لأن لا تنتمي إليه؟ هل ستطردونها من هذا الوطن؟ بالله عليكم، كيف ستتعاملون مع المعارضة التي لا تطيقونها؟ وكيف أيضا ستفسرون للمغاربة عدم قدرتكم على تدبير بيت داخلي صغير فيه صوت مزعج لم تستطيعوا أن ترتبوا معه أمورا داخلية؟ فبالله عليكم، كيف سترتبون أمور المغاربة إذا ما قدر الله هذا ما لا نريده لوطننا إن أنتم تسلمتم مقاليد حكومة 2021؟ ختاما السيد الرئيس، أشكركم على قرار الطرد، وأشكر أيضا كل من تضامن معي اتصالا أو كتابة أو حتى في قرارة نفسه دون أن يعبر عنها أو حتى بالصمت. وأعتبر وأفتخر بقرار الطرد، وتلك قصة بدأت فصولها، لكنها حتما لن تنتهي هنا، لأنه لنا لقاء آخر حيث المحك الحقيقي، وآنذاك ستدركون وسيدرك معكم البعض أنني لست سقط متاع حتى أطرد كما تطرد اللصوص والخونة. أخطأتم السيد الرئيس العنوان، وأخطأتم أيضا في قرار الطرد، وأخطأ الذين وشوشوا لكم ووسوسوا لكم أيضا في آذانكم وأنتم تستمعون بشكل جيد إلى الوسوسة. أخطأ من همس في أذنك بقرار الطرد، لأنه شرف لي، ولأنه ما خسرت شيئا من الخروج من حزب كنت أنوي تقديم استقالتي منه،
لكن لن أقدمها، وسأترك للقضاء الكلمة الفصل. وآنذاك إن طلقنا للشقاق سأرمي استقالتي على عتبة مقر حزبكم، وسأقول لكم هنيئا لكم. ولكن الحمد لله المغاربة ذاكرتهم قوية، والمغاربة اليوم عرفوا حزب التجمع الوطني الأحرار، وأصبحوا يعون بشكل جيد أين توجد ديمقراطية وأين توجد مسارات الإعوجاج ومسارات البطون ومسارات البروباغندا الفارغة. دمتم بطيبين، وإلى اللقاء في فرصة أخرى، والسلام.